ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير جدا كلموني طلبوا مني اعمل ريفيو للمكنه دي. هو ما حدش كلمني ولا حاجه بصراحه، بس انا جبتها وقلت اوريها لكم يعني اشارك معاكم. المكنه دي اسمها في جي ار. في منها الفيرجن 228 اللي فيها شاشه ديجيتال، وفي منها تقريبا 220 فيرجن 220 من غير شاشه ديجيتال هنا. ونقشها فرعوني ومشهوره جدا، ترند يعني في المكن بصراحه. وهنشوف هتستاهل ولا لا الكلام ده. فجبناها وقلنا نجربها مع بعض. طبعا اختلفت الاقاويل في سعر المكنه دي في الفيسبوك وفي الانستا وفي كل حته بتتباع بسعر 350 و320 و300 غير الشحن وكده. انا جبتها من امازون ب 250 جنيه، فيرجن 228 ب 250 الشاشه الديجيتال. طبعا ده نقش بقى، فيه منها لونين، الفضي والذهبي، ولذيذه. تعالوا نجربها. طبعا بقى مش قادر اقول لكم على الفخامه اللي هي فيها بصراحه. علبه موبايل مش علبه مكنه حلاقه بصراحه. نفتحها سويا. يلا يا جماعه، اهي زي ما انتم شايفين. بص حاجه كده، فخامه الفخامه، بتفتح تليفون بصراحه. فتحت. طبعا في جي ار، في منها اصلي وفي منها اي كلام مضروب، وهعرفك ازاي تعرف الاصل دلوقتي. المكنه شوف بس ملحقاتها الاول. من اول كده بس كده مفيش حاجه. بص فخامه، علبه جوه علبه. بصراحه وخامه محترمه وحاجه نضيفه قوي. ده طبعا زي ما احنا عارفين الكتالوج ما بيعملش بيه اي حاجه. ودي فرشه وزيت اللي هو عشان نزيتها وننضفها كده بالفرشه يعني. ودي الامشاط بتاعتها، والبلاستيكيه دي هنعرف بتاعتها دلوقتي. دي الفيشه بتاعتها، فيشه بتركب في المكنه، وده يو اس بي في اي شاحن عندك في البيت مش مشكله. نسيب دول هنا. نفتح بقى المكنه. هقول لك تعرف الاصل منين. تعرفها من العلامه اللي بتبقى موجوده، ده طبعا للامان حاطينه كده ملوش اي لازمه يعني. بتعمل كده بيتشال من تحت لفوق. بتلاقي كلمه في جي ار هنا. طبعا بقى زي ما احنا شايفين اللون الجولد معانا. بصوا يا جماعه، حاجه يعني فخامه الفخامه بصراحه، بامانه جميله جدا. تشتغل اهي، بتوريك نسبه الشحن. وده احسن من الفيرجن 220. الفرق تقريبا 20 جنيه وحاجه كده. بس يبقى بتبقى عارف نسبه الشحن احسن ما تقف وهي في وشك، او انت تبقى فاكرها مشحونه وهي مش مشحونه. فالاحسن يعني ان انت تجيب ام شاشه دي اهي 78 ونسبه الشحن. الجزء البلاستيك ده بيركب هنا عشان ما يخشش الشعر في المكان ده، المكان اللي بتحط فيه الزيت والشحم وكده، عشان تبقى سلسه معاك. ده اللي بيحمي المكان ده. نحاول نركبه كده مع بعض تقريبا كده ولا كده. كده اهو، بالضغط تقريبا. هنرفع دي بس شويه كده، بس كده ركب اهو. ده هيبقى شكل المكنه. تيك 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 تيك. خلي بالك بقى عشان ايه، ده الزيرو بتاعها. تعال نشوف المشاط دي. ده مكتوب عليه 1، ده مكتوب عليه 3، ده مكتوب عليه 2. هنجيب اي واحد منهم كده ونجربه. بنحط الوش كده وندوس عليه من هنا بس كده، وبتشيله كده، تشيل تكه كده اتشال. وش كمان للتجربه تاني اهو. ركبت الوش كده من فوق، سهله جدا ومفيهاش اي حاجه. ممكن تحلق بيها لابنك في البيت، ممكن تظبط بيها دقنك. الدرجات دي زي ما انت عايز، 3 و2 و1. تمام. وده الوش التالت اهو. بس كده، دي الحاجات اللي جايه معاها. واهي المكنه نقش بقى ومحترمه جدا، خامه حلوه جدا تقيله. مش هبل يعني. دي الفيشه بتاعتها، بتركب الفيشه هنا كده بكل سهوله. وفي اي شاحن طبعا ليها فتحه من هنا، هي اللي بتركب مع دي كده. وفي اي شاحن في البيت وصلها، ولا طالب منك اي حاجه. دي بطاريه 1500 يعني، تشحن ساعتين تقريبا، تقعد معاك ساعتين ونص، ساعه ونص. شغاله استمراريه يعني، لو سيبناها كده تفضل شغاله زي ما انتم شايفين. حاجه محترمه ولذيذه. جبتها قلت بقى اشارككم معاها كده، عشان برضو السعر بتاعها فيه كلام كتير في كل حته يعني. انا دورت في كذا مكان ولقيت ان في امازون ده السعر الامثل بصراحه.
وكمان شركة في جي ار، انا مش بعمل لها اعلان، بس هي بصراحة المكان بتاعها محترم ولذيذ وشغال عند، يعني انت لو رحت عند اي حلاق هتلاقي عنده من النوع ده. هي حاجة اصلا مستخدمة يعني ومعروفة. وبص هو تبقى معاك في البيت بقى لذيذة بصراحة، جميلة في الاستخدامات يعني، هتنفعك. بس خلاص، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير بقى كده يا جماعة، ويا رب تكونوا استفدتوا. باي باي.